بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا عم الشباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهارده يا شباب انا بوريكم حتة دولاب تحفة، بس هو دولاب ان شاء الله دولاب مش عادي. ليه بقى؟ لأن ده دولاب يا جماعة وفيه 6 أماكن سرية. الدولاب ده يا شباب فيه 6 أماكن سرية، حاجة تحفة وحاجة 10/10، وإن شاء الله هتشوف فيه أماكن مش هتشوفها عند حد إلا عند أبو غابة اللصاص الراقي. اوعى تفوت الفيديو أو تجريه أو تطلع من الفيديو، لأن اللي هتشوفه إن شاء الله هيعجبك. بس لو عجبك تدعمني باللايك، اشتراك في القناة، تفعيل الجرس، ويلا بينا افرجك على الدولاب الجميل ده. زي ما انتم شايفين يا شباب ده دولاب مكون من ايه؟ من 3 غرف، دول 3 غرف جراج. زي ما انتم شايفين يا جماعه شغل ممتاز، دوكو فرن طبعا العالي ده شيء وده شيء، وكل الالوان بتاعته منسقه مع بعضها ان هو يبقى جميل وتحفه بالشكل ده. غير كده يا جماعه كمان ما نسيناش ان احنا نركب له المجرى الالماني. ولو عايزين برضه يا شباب تتفرجوا على المجرى الالماني هسيب لكم ان شاء الله في الوصف المجرى الالماني وطريقه تركيبها. مجرى جميله ما تسمعش لها صوت خالص يا جماعه. بص، ولا اي صوت ولا اي حاجه خالص ولا فيها اي حاجه. كده دي غرفه، ادي الثانيه. القلب بقى يا جماعه وما ادراك من قلب الدولاب، في حاجات تحفه وجميله و10/10، بل الف الالف. زي ما انتم شايفين يا شباب القلب ده معمول على لونه، احنا مش لازين قشره ولا حاطين لون ابيض ولا دهنين لاكيه ولا دهنين فرن ولا دهنين اي حاجه في القلب، احنا سايبين القلب على لون الخشب اللي هو اللون الطبيعي. ان تخش على الاوضه يا جماعه وانت قلبك زي الحديد، لان لما تبص كده تلاقي الخشب بتاعك بالنظافه دي والابلكاش والخامات بالنظافه ديت، يبقى انت قلبك زي الحديد وبتتفرج على حاجه. وقلب الدولاب تحفه ومستغلين فيه كل نقطه وكل مساحه في الدولاب. نبتدي بقى نوريكم الحلويات اللي فيه والتركات الجميله. زي ما احنا بنفتح يا شباب قدام حضراتكم، اول حاجه ده دولاب، ده رف للخزين الحاجات العاليه، وده برضه رف يا شباب. ونيجي من هنا لايه؟ الشماعه الجميله بتاعتنا. نيجي بالوضع ده، احنا لبسنا وظبطنا نفسنا وبتاع وعايزين نشوف نفسنا طبعا بعد ما لبسنا، بنشد الايه؟ البرواز بتاعنا الجميل بيطلع لنا بره يا جماعه. بنبص على نفسنا كده من فوق لتحت تلاقي نفسك تمام زي الفل، 10/10، حاجه جميله. بنقفل البرواز بتاعنا تاني بالشكل ده. طبعا الشماعه بتاعتنا والدولاب بتاعنا يا جماعه عبايات طويله، اي حاجه طويله بقى شغال معاك زي الفل. صور القلب وجماله. نيجي بعد كده يا جماعه للشغل العالي. زي ما انتم شايفين ادي 1 ادي 2 ادي 3 4 ادي 5، وعندك درجين تحت يا جماعه. نرفف بقى زي ما انت عايز تقول، قول رص اللي نفسك فيه كله، ان شاء الله حاجه جميله وحاجه تحفه. زي ما انتم شايفين بقى نيجي للحته الايه اللي ان شاء الله فاجئتكم بيها يا جماعه وهتشوفوها ان شاء الله تعجبكم جدا، لان مش هتشوفها الا عند ابو غابه للاساس الراقي. هنرجع تاني للخزنه دي، لان الخزنه دي فيها حكايات يا جماعه، حكايات وروايات. نيجي هنا يا شباب بالوضع اللي انتم شايفينه ده، مقسمين برضه رفين فوق. نيجي هنا الشماعه، تمام. ونيجي هنا يا جماعه الخزنه بتاعتنا الجميله، وهنا برضو مكان للساعات، وهنا رف، وتحت برضو زي ما انتم شايفين كل حاجه مستغلينها في الدولاب. نفتح بقى بالشكل الجمالي ده كده الدولاب بتاعنا. فتحنا الدولاب، هنرجع بقى يا شباب زي ما انتم شايفين للخزنه دي تاني، لان فيها حاجات مهمه قوي. هوريكم بقى تركايه جميله كده وحاجه 10/10 يعني. زي ما انتم شايفين دي التقسيمه. هنيجي هنا للخزنه بتاعتنا، تعالى معايا للخزنه. زي ما انتم شايفين يا شباب الخزنه بتاعتنا مقفوله اهي، نفتحها. بنقفل خزنتنا زي ما انتم شايفين كده، خلاص الخزنه اتقفلت. نفتح الخزنه بتاعتنا الجميله بالشكل ده، نبص جوه. طبعا ما فيش اي حاجه اهوت يا جماعه، انت راس اوراقك والكلام ده. بنشيل الرف ده بالشكل ده يا شباب، ماشي. بنحط الرف ده هنا كده، والمفتاح بتاعنا تعالى معايا، والمفتاح بتاعنا بنفتح كده. نفتح يا شباب الحته ديت، تلاقي جوه يا جماعه حته سريه، اخفي اللي انت عايزه جوه، استحاله اي حد يوصل لها. حاجه جميله برده، حته تركه جميله كده ان ايه نداري بيها ونخفي بيها الحاجه بتاعتنا. نقفل كده يا شباب، وبعد ما بنقفل بنحط الرف بتاعنا
بالشكل الجميل ده يا شباب اهوت قدام حضراتكم. بالشكل الجميل ده يا جماعه زي ما انتم شايفين، هو حاجه جميله يا جماعه وحاجه 10 على 10. زي ما انت شايف القلب فاضي اهوت ما فيهوش اي حاجه. بص من تحت، انزل من تحت كده شوف الكالون يا جماعه، ولا باين من تحت ولا من فوق. طبعا يا جماعه بنقفل ضرفتنا كده بالشكل ده وبنقفل. طبعا خلاص كده اختفت مفيش اي مشكله. ما نسيناش طبعا البرفانات والساعات والحاجات الحلوه بتاعتنا. طبعا يا جماعه بنفتح كده بالشكل ده اهوت يا شباب البرفانات بتاعتنا، تمام. الساعات طبعا، تمام، ساعات، اكسسوارات المدام، الخواتم طبعا والحاجات الثمينه بقى كلها تتقفل يا جماعه بالشكل ده. ولها برده يا جماعه كالون بيتعمل مغناطيس، استحاله ان حد يفتحها الا حضرتك، بس دي احنا بنوريها للزبون بس، لازم هو اللي يعرفها، ما بنحبش نعرف حد بيها. ده يا جماعه بيتعمل لها قطعه مغناطيس وتشتغل في قلبها كالون مغناطيسي، ما بيفتحش نهائي الا بهو ايده هو بس اللي بيفتح بيه. تمام يا شباب، زي ما انتم شايفين الدرج جميل و10 على 10 وحاجه تحفه وحاجه مليون المية. احط مفتاح كده. نيجي بقى يا جماعه للايه؟ للمفاجاه اللي انا قلت لحضراتكم عليها. هوريكم كنز علي بابا. لو معاك يا جماعه بص 20 مليون جنيه لله الحمد هتاخدهم. دهب بقى، مجوهرات، اي حاجه نفسك فيها هتتحط فيها يا جماعه تنساها ولا تشيل همها. طبعا بنفتح الدرج ده بالشكل ده اهوت وبنشيل الدرج بالشكل ده كده يا شباب. تمام، شفنا الدرج بتاعنا الفوقاني ونشيل الدرج الثاني. تمام يا شباب، انا شلت الدرج اهو. طبعا تبص كده في اي حاجه في القلب، خش لي بالموبايل كده في القلب، قلب الخزنه طبعا يا شباب مفيش اي حاجه ولا اي حاجه باينه ولا اي حاجه واضحه ان في اي حد ايه بيعمل اي حاجه. نيجي بقى بالشكل ده بنخش بالدريل بتاعنا الجميل، نروح عاملين كده مسمار شمال اهوت، مسمار يمين، مسمار هنا، والمسمار ده الاخر كده. فتحنا كل حاجه يا شباب اهمت. الاربع مسامير بتوعنا الجمال اهمت. طبعا بنفتح بالشكل ده كده، وبنفتح كده، وبنفتح كده، وبنفتح كده يا شباب. بعد ما فتحنا كل ده بنعمل ايه بقى؟ بنجيب الكالون بتاعنا. طبعا في هنا كالون يا جماعه جوه، بنجيب المفتاح بتاعنا بالشكل ده ونروح عاملين كده. بيتفتح يا باشا معاك، تلاقي يا باشا خزنه زي ما انت شايف بالشكل ده. حط اللي نفسك فيه كله ما شاء الله، ورص اللي نفسك فيه كله يا جماعه. اهي خزنه كبيره بنطلعها بره عشان خاطر نرص اللي احنا عايزينه كله فيها. نرص كل اللي احنا عايزينه فيها يا شباب واللي نفسك فيه كله. اكتفينا بكده؟ لا ما اكتفيناش. بنعمل كده حاجه بسيطه كده، نشد تلاقي الدرج يطلع لك بالشكل ده يا شباب. رص برضو اللي انت عايزه فيه واقفله، وتفتح برضو اليمه الثانيه يا شباب بنفس الوضع، يطلع لك الدرج الثاني بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا التركه دي يا جماعه 10 على 10 وجميله، واستحاله حد يعرفها لان احنا مأمنينها زي ما انتم عارفين. عايزين طبعا نطلع بقيه الجزء السري، لان احنا كده وريناكم يا جماعه كام. ادي واحد الضرفه اللي هناك، ادي اثنين، ادي ثلاثه، اربعه، ادي خمسه، وفي مكان السادس هوريه لحضراتكم برده يا شباب. بنعمل ايه؟ بنعمل تركه بسيطه برده معموله مننا وبايدينا. بنفتح ضرفتنا بالشكل ده كده، ونيجي هنا كده بالراحه، بنروح جايين رايحين على المسمار اللي احنا رابطينه من هنا في الدولاب، بنفكه كده فكه بسيطه. تعالى معايا الموبايل. بفك المسمار يا شباب فكه بس بسيطه كده. فكيت المسمار، تيجي معايا بقى بالشكل ده اهو. رحنا طبعا بعد ما فكينا المسمار، الحته دي يا جماعه اختفاء وتموين، استحاله حد يعرفها بقى، دي حاجات اسمها اختبار ذكاء. نفتح بالشكل ده يا شباب، تلاقي الدرج بيطلع عند حضرتك كامل، تلاقي جزء تاني وراني ولا حد هيعرف يوصل له يا شباب، ولا حد هيعرف يجيبه، لان هو معمول بحته تركه كده ايه ذكاء شويه. مهما يعمل الدرج مش هيطلع معاه لما يفك المسمار شويه بالشكل ده. من الاخر احنا بنغلب الحرامي. الدرج بيفتح قدام حضراتكم اهوت، ويفتح ويقفل بكل السهوله قدام حضراتكم يا شباب. طبعا التركه اللي احنا عاملينها هنا موجود اختها اليمه الثانيه ان شاء الله يا شباب، موجوده اليمه الثانيه. بعد ما قفلنا بقى كده شمال، وبعد ما عملنا كده بنروح جايبين الكالون بتاعنا بالشكل ده. اوريكم برده التركه الثانيه عشان برده ايه محدش يشك اهوت يا شباب.
بصوا يا جماعه الدرج بتغني ازاي وهي ماشيه، بتغني. نفتح هنا برده يا جماعه زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو. مسمار هنا واضح اهوت، بفك بس المسمار شويه بس، فكه بسيطه بس كده اهو. افضل طقم يا جماعه تثبيت، وافضل تثبيت دولاب. سيبك بقى من الكليبسات والكلام الفاضي ده والشغل الكونتر. شغلنا ده كله مكبوس يا جماعه، حاجه خامه تقيله وحاجه شغل عموله يدوب بني ادمين لله الحمد اهو. بنفك المسمار زي ما انتم شايفين شويه كده. اي حاجه عايزين تشوفوها في الدولاب ده يا جماعه معمول لها فيديوهات كامله على القناه. نروح برضو يا جماعه نشوف الايه الجزء اللي انا عملته، برضو اطلع لكم بقيه الدرج الثاني بحيث ان كل حاجه تبقى قدام حضراتكم اهو. بنشد الدرج برضو قدام حضراتكم تاني، بيطلع لي الدرج كامل نفس اخوه بالظبط اهوت يا شباب. ادي جسم الدرج كله اهوت، وادي الجزء الثاني. حط اللي نفسك فيه كله، وامن على حاجتك وحافظ على حاجتك. بعد ما بنقفل شمال وقفلنا اليمين يا شباب، نخش بالايه بالحته التركه الجميله دي. بنخش يا جماعه نحط الخزنه بتاعتنا اهي، بنحطها كده زي ما انتم شايفين. الصندوق ده بيتحط يا شباب، خلاص الصندوق بتاعك اتحط يا شباب. انسى بقى ان حد يقدر يوصل لها. حتى اللي بيفتح اول ما بيخش على الصندوق، تحط له انت بقى شويه كلام فاضي كده يفرح بيهم، يقول بس مفيش حاجه ده حتى لو عرف يوصل للصندوق. وبنقفل يا شباب بالشكل ده. ادي الضرفه بتاعتنا اتقفلت. نقفل الكالون اهوت. قفلنا يا باشا كمان ضرفتنا اهي. كالون اهو قدام حضراتكم. بنقفل كده بالشكل ده قدام حضراتكم اهوت بيداله. وهنا برضو بنقفل بالشكل ده، وبنقفل الشكل التاني كده زي ما انتم شايفين. كله بيتقفل قدام حضراتكم ان الايه الضرفه بتختفي نهائي. وبنركب مساميرنا طبعا بالشكل ده. ادي مسمار، معلش يا شباب لما نتقل ونربط على حاجتنا كويس، لما نعمل مسمار ونربط على الحاجه بيبقى افضل ونبقى مطمنين. اي نعم بنربط مسامير، لان انا مصلحتي ان هو كل حاجه تبقى متربطه بالمسامير، ان محدش اصلا يعرف لها. وبكده يا شباب يكون الضرفه بتاعتنا اختفت ومفيش اي حاجه باينه، ولا اي حد هيعرف طريق اي حاجه. ببتدي اركب الضرف الكالون بتاعي، هو الدرج برده الثاني اهو. بركبه كده بالشكل ده، وبقفل الدرج وبقفل الكالون بتاعي. طالما الكالون ده مقفول استحاله الضرفه دي اصلا لو حد عرف يفتحها، لو حد عرف يوصل لها او عرف حتى فكرتها، استحاله ان هو يقدر يفتحها يا شباب زي ما انتم شايفين. وبنركب كده كده يا شباب، نكون قفلنا الحاجه وكتمنا كل حاجه وقفلنا عليها يا شباب، وكل حاجه اختفت لله الحمد يا جماعه. دماغ تحفه وجميل. وفي يا جماعه الاماكن السريه اللي انا وريتها لحضراتكم دولت، بس برضو الحمد لله اماكن سريه وحاجات عبقريه، بس برضو معموله بصنعه وبخامه مليون المية. دولت ده يا جماعه يدوب بني ادمين، معمول خامه. كل ضرفه من دول تعمل ضرفتين، لان الحمد لله مدين الشغل حقه وبزياده. والله ما كلام، الضرفه ديت تعمل ضرفتين. كل ضرفه من دولت محطوط لها خامات تعمل ضرفتين في كل حاجه في دول. وبكده يا شباب يكون خلص معانا الفيديو بتاعنا. يا ريت لو عجبكم الشغل او عجبكم الحاجات اللي بنقدمها تدعمونا باللايك، اشتراك في القناه وتفعيل الجرس. وكان معاكم اخوكم مدحت من قناه ابو غابه. سلام.